بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب ان شاء الله. النهاردة فيديو جديد، وانا بشكر جدا كل اللي بيدخلوا ويشوفوا فيديوهاتي، بس يا ريت كمان يشتركوا في القناة علشان اعمل الطلبات اللي مطلوبة مني في اليوتيوب، واخلص الشروط بتاعته اذا سمحتوا. يعني وانتوا بتشوفوا الفيديو بتاعي، اعملوا لي تعليق، قولوا لي الفيديو عجبكم ما عجبكوش، رأيكم فيه ناقصه ايه، زايده ايه، استمر في الحاجات دي ولا اغير ولا اعمل ايه. واشتركوا معايا في القناة، اكون متشكرة جدا لان دي يعني حاجة هتبقى فوق راسي. واشتراك ولايك، واللايك ده في اول دقايق من الفيديو علشان اليوتيوب يرشحه. وابقى متشكرة جدا لحضراتكم والمشاركة لو سمحتوا في القناة. النهاردة الفيديو بتاعي عن عمرو الكاشف. عمرو الكاشف كان اخر حاجة قايلها لنا باي باي وانا مسافر وما تسوقش الظن بيا ومش عارف ايه، وانا نزلت فيديو بالكلام ده. بعديها بيومين ثلاثة بدأ يظهر علينا ويقول لنا أنا ضحكت عليكم، أنا مش برا، أنا في مصر، أنا مش عارفة فين، لا أنا فين. وآخر حاجة رسي عليها إن هو في مرسى مطروح في الأبيض، في في مصيف القوات المسلحة. أولا أنا مش فاهمة إيه لزوم الاشتغالات دي كلها يا أستاذ عمرو. انت ممكن عادي جدا انا هصيف واشوف وشكوا بخير، لكن علشان العك اللي انت عاكه مخليك على طول خايف وقلقان. وما تنكرش انك خايف وقلقان، اللي بيخاف وبيقلق هو اللي بيشتم كتير وبيغلط كتير وبيعمل مشاكل مع الناس كتير. فانت خايف وقلقان، فكان افضل ليك انك انت تحاول تقلل عدد الناس اللي عامله مشاكل معاك. احسن ما تقعد تعمل جنح وبتاع، وانت عارف الكلام ده كله بيتحط جوه الادراج بعد كده وبيتحفظ. هي غايته هتبقى عدم التعرض وانتهى الموضوع، ومفيش حد اصلا متعرض لك، لان انت اللي بيكيل لك مكيال بتكيل له 24 مكيال. يعني انت ما بتسكتش على حقك. مش واحد مثلا جه شتمني او ضربني وانا رحت بلغت الاسم، لا، انت بتاخد حقك تالت ومتلت وبتلعن ابوه وامه واللي خلفوه وبتشتم يعني اسوأ واوسخ الفاظ. الواحد يعني مش عارف انت بتجيب الالفاظ دي كلها منين وازاي بتقولها قدام بناتك. دي يعني حاجة بصراحة غير طبيعية عندك. انا عمري ما بقدر اكمل لك فيديو بصراحة من كمية الاساءة في الناس، وبتغلط فيهم وفي اولادهم وفي كله، وبتزعل لما حد بيجيب سيرة بناتك. طب ليه؟ اهو انت دلوقتي بنفسك بتقول انا متهدد بالقتل، هتعملوا فيا ايه؟ يعني انا قاعد في الجيش، انا عينيا وجعتني، انتوا عينيكوا وحشة، انتوا مش عارف ايه. طب يعني انا بصراحة انا مش عارفة اقول لك ايه يا استاذ عمرو. بجد انا مش عارفة اقول لك ايه يا استاذ عمرو. يعني ايه انت، ايه اللي انت بتحط نفسك فيه وبتحط بناتك فيه؟ انت تفتكر بعد السمعة الطيبة اللي انت فيها دي في حد هيبص لبناتك؟ تفتكر الناس اللي انتوا يعني لطخت سمعتهم واتكلمت عليهم كلام قذر جدا، وجبت سيرة ابوهم وامهم واللي خلفوهم واللي عملوهم وهم ناس طيبين في الاول وفي الاخر، لما يقولوا عليك حسبنا الله ونعم الوكيل فيك ربنا هيعديها لك؟ مش الحق ما بيتاخدش كل حاجة من الشرطة والجيش والقانون والكلام ده. خلي دايما حقك عند ربنا، وبعدين عشان تطلب حقك يبقى انت ما تغلطش في اللي قدامك. لكن انت تغلط وتنزل فيديو تحمل فيه وتقول وتعيد ده انت اقل لفظ عندك في القواميس الممنوعات. يعني انا مش عارفه بصراحه الفيسبوك ازاي مش بيقفل لك القنوات بتاعتك. اه صحيح كل شويه يقفل لك، بس القناه دي مثلا بتكلم الناس كلها بتهدد انا عامل لكذا جنحة وكذا مش عارف ايه وكذا ايه. طب وانت يتعمل فيك ايه؟ يعني انت يعني انا مش فاهمه، هل مثلا
انت طبيعة شخصيتك ان انت بتحب الناس تتكلم عليك بالوحش بالعاطل. الحاجات دي بتلزق على فكرة، يعني دي عاملة زي اللي هو الصمغ او البلاستر او اي حاجة صيني اللي هي بتلزق وما بتطلعش. السمعة، الكلام اللي زي ده، الحاجات دي كلها هتفضل انت وبناتك بقى تتنقلوا من شقة لشقة ومن مكان لمكان، وكل شوية تقول لنا انا متهدد بالقتل. طب مين بقى مين اللي هيقتلك في كل الاعداء بتوعك دول؟ يا استاذ عمرو، شغل العقل شوية. اعقل وشغل عقلك شوية. ولو كنت تعبان نفسيا انت تقدر تروح لدكتور وتقول له ايه يا دكتور انا بحس وبحس وبحس وعندي وعندي وعندي. الدكتور هيحل لك مواضيعك. صدقني انت طول ما بتشتم الناس هترد عليك، انت هتفضل في حلقة وبتبقى انت لوحدك بتشتم 10. ال10 دول كلهم بيشتموك في نفس الوقت، يبقى انت هتقدر على 10 ازاي؟ ودخلت المحامي معاك، بقيت انت وهو عمالين تلخبطوا وتعملوا، وهو بقت كل شغلته انه يروح المحكمة عشان يرفع قضية، يعمل جنحة، يعني مش عارفة ايه. طب ما تشوفوا الاول غلطكم في الناس قبل ما تتكلموا. وبعدين يعني بجد انا خلاص انا زهقت من حكاية ان احنا بنصدر اوسخ ما عندنا في مصر، اللي هو الالفاظ والكلام والتشهير في بعض وشتيمة الاهالي والكلام ده كله. هنعمل ايه تاني اكتر من كده مع بعض؟ هنمسك سكاكين لبعض؟ وبعدين ايه يعني؟ انا راجع يوم الجمعة، طب ايه إيه المقصود؟ انا لما بتفرج على فيديوهاتك بحس ان انت ناقصك تركيز، ناقصك تركيز انك تركز في كلامك وفي تصرفاتك، لان اللي انت بتعمله ده حاجة مش طبيعية. يعني يا اما انت زهقان من حياتك وعايز تموت بس مش قادر تموت نفسك فعايز حد يموتك مثلا، يا اما انت عايز تتشهر بس بتتشهر بايه؟ طب ما تتشهر بحاجة كويسة. ده انت مفيش فيديو بتكمله على بعضه من غير ما تغلط. يعني انا مثلا لما بسمع التانيين انا بلاقيهم بيردوا عليك، لكن الالفاظ والشتايم والحاجات دي بتطلع منك. وللاسف انت بتتعارك مع شباب، يعني بتنزل نفسك قوي انك انت تغلط في شاب. ما هيرد عليك زي ما تغلط في عيل، وعيل يقول لك ابوك وامك ومش عارفه ايه ويروح تفف عليك وماشي. يبقى العيل هو اللي فاز عليك والشاب هو اللي فاز عليك. فين بقى احترامك لنفسك واحترامك لولادك والكلام ده كله اللي بتنزله؟ والشويه اللي بيطبلوا لك ويقعدوا يقولوا لك انت عندك حق وما عندكش حق. ليه هو انتوا طرش ما بتسمعوش ايه الكلام اللي بيتقال؟ يعني مغيبين مثلا او حاجه مساقيكوا حاجه اصفره؟ ما تنصحوه طالما ان هو بيحب يتكلم معاكوا وبيتناقش. انصحوه، قولوا له بطل اتكلم معانا في اي مواضيع تانية. ده هو دلوقتي بقت المواضيع بتاعته يمسك النهارده فلانه وبكره علانه وكده، هو دي كل شغلته. وانا هنزل فيديوهات لكذا وهعمل فيديوهات لكذا. رحت عملت بث مباشر مع قناه من القنوات، ما كانوش طايقينك يا استاذ عمرو. ما كانوش طايقينك وقاعدين خايفين من غلطك ولسانك. لسانك حصانك، ان صنت صانك وان هنت هينك. دي نصيحة لوجه الله ليك علشان تراجع نفسك. يا ريت تعرف تراجع نفسك. الإنسان عدو نفسه فعلا، هو بيبقى متخيل إن هو صح في كل حاجة وهو ماشي في طريق الشيطان. انت ماشي في طريق الشيطان واخد بناتك معاك، طريق الجحيم واخد بناتك معاك. انت لو جرالك حاجة مش هتلاقي اللي يترحم عليك يا أستاذ عمرو، هتلاقي اللي يشمت فيك لو تعبت ولا مت ولا جرالك أي حاجة. ومش لازم حد يموتك، انت ممكن تموت موتة طبيعية من كتر انفعالك وبتاع. يعني اشتغل اعمل اي حاجة وسيبك من الهري والنكت لا الشرطة فاضيالك ولا الجيش فاضيلك ولا الكلام ده. وهتقعد ترفع قضايا وتكلف نفسك فلوس ما انت في غنى عنها. بدل ما كل التهزيق ده ما تشتغل وتشوف حالك وتسيبك من العك اللي انت بتعمله. انما ما وراهوش اي حاجة. يعني ده رأي ناس كتير جدا من الناس اللي بتسمعك.
وناس كتير بتقرف بصراحة من فيديوهاتك وبتقول ده لا ده مش مصري اكيد. المصريين شقيانين وغلابة، ويعني ماشيين جنب الحيطة بالعافية. لكن كمية العداوة، ومثلا ممكن انا دلوقتي بكلمك تروح راح عامل لي سب وقذف. سب وقذف مين يا عم؟ سب وقذف مين؟ ما تعمل واحد زي مع ياسين ده، ولا مش عارفة مين ولا مين، ما تيجي تعمل له سب وقذف. طب حضرتك مثلا ما ردتلوش السب والقذف باتنين وتلاتة واربعة وعشرة؟ إذا أردت أن تطاع بس. مش هكمل الجملة. فلازم يا أستاذ عمرو تمسك عقلك شوية وتمسك لسانك شوية علشان خاطر بناتك دول. لأن أنت زي ما بتدعي على بنات غيرك وكده، هم بيدعوا على بناتك برضو. ووصلتوا لدرجة هيعملوا وهيسووا في بناتي فين الأمان اللي بتدور عليها؟ وفين افتخار بناتك بيك يا أستاذ عمرو؟ بس ده اللي أنا أقدر أقوله. وده كان فيديو النهاردة، وأتمنى من حضراتكم تشوفوا الفيديو بتاعي للآخر وتدعموني وتحطوا لي لايك وشير وتشتركوا معايا في القناة، والتعليق تقولوا لي أنا ماشية صح ولا أنا بفكر غلط. ما هو يمكن انا ماشيه عكس التيار ولا حاجه، والتيار الصح هو ان احنا نشتم بعض ونأذي بعض ونغلط في بعض وندخل بعض السجون، ويبقى تلات ارباع المصريين بعد كده في السجن يعني. وخلي بالكم يا جماعه، ما فيش حد بيشتمه ويقول له الله يسامحك، لا بيرد له الشتيمه بعشرة والاهانه بعشرة وكل حاجه. الصغير قبل الكبير، لو شتمت عيل صغير هيرد عليك بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.